السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي معانا العيش الفلاح يا جماعة، او العيش الطري. لو انت ما تعرف، في ناس تعرفه وناس ما تعرفوش. لو انت اول مرة تشوفيه يلا تابعين معايا. 2 كيلو من الدقيق، ومعايا دقيق ذرة. ده وده انا نخلته يا جماعة. دي كيس خميرة فورية على معلقة سكر وكوباية مية دافية، وبركنهم 10 دقايق عشان الخميرة تتنشط. عجينة الشتا ده مية دافية. عجينة الشتا يا جماعة بتحب المية تكون دافية، مش بسخنها قوي، دافية زي مية الصيف بالفلاحي كده. بنزل بكل اللي معايا، المكونات اللي معايا، وابدا اعجن فيها الخميرة على الدقيق، الذرة على الدقيق، على المية الدافية، وابدا اعجن فيه. العيش بيحب العجين الكتير، تعجنيه كتير يديك نتيجة محترمة. انا بحب بعجن بيدي يا جماعة بصراحة. عندي العجان بس مش بحب استخدمه يعني. ده احسن. بحس ان انا عملت الحاجه يعني راضيه عنها. خلاص العجينه لمت ما شاء الله، شايفين؟ وملمسها كويس. وفي الشتاء يا جماعه الجو بيكون برد، فخلي في العجينه طراوه شويه، تكون طريه شويه عن عجينه الصيف، لان العجين في الشتاء بينشف. طبعا انا حاطه له خميره، فلازم يتركن ساعه او ساعه ونص كمان. خلاص ما شاء الله اتعجن عجنه محترمه. هغطي عليه وركنته ساعة ونص. عندك بقى شوية غسيل، عندك حاجة؟ أنا كان عندي غسيل بصراحة، قمت على الغسيل خلصت. على ما العجينة تخمر براحتها أرجع لها. كده عدى ساعة ونص. هبدأ أكوره. برش على الصينية اللي هكور عليها أو اللي هقطع عليها أو اللي هقرص عليها زي ما بنقول شوية دقيق ذرة، يعني طبقة خفيفة كده. وهبدأ أكور بالحجم اللي أنا عايزاه. لو أنا عايزة الرغيف كبير فبقطعه كبير، بس كل ما تقطعيه صغير شوية يعني خلي الأمور الوسط. يكون يعني كويس، وما يكونش سميك قوي، ما يكونش تخين يعني. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه، بالله عليكم. انا بحاول على قد ما اقدر انقل لكم وصفات من البيت الفلاح او البيت الريفي. والعيش ده عندنا اساسي يا جماعه، مش بنستغنى عنه. احنا بنعمل الدقيق عندنا، في بغسل القمح عندنا وبوديه الطاحونه، وبيكون عندي دقيق وبشتغل منه. يوم عيش، يوم رقاق، يوم قرص، وهكذا. هكمل باقي الكميه. ما شاء الله كده خلصتها. هغطي عليها بقى ترتاح شويه، مش تخمر، لا ترتاح عشان اعرف افردها كويس. هنا جيت عند الفرن، بشغل الفرن بس بهديه من تحت. العيش بيحب النار تكون هاديه من تحت والشروقه من فوق عاليه. هبدا افرد اول واحده. شايفين دي البطاطا اللي معايا دي، او الفريره زي ما بنقول. بتساعد في الفرد شويه. طبعا كلنا عارفين مكنه الخبيز او مكنه العيش. في ناس بتستخدمها للعيش، في ناس بتستخدمها يعني فيها استخدامات تانية كتير زي المخروطه والحاجات التانية دي، والمكرونه والحاجات دي. شايفين دي المطرح اللي بحط عليها؟ شايفين ما شاء الله؟ ادي اول رغيف. نعمل واحدة كمان. شايفين ما شاء الله الرغيف اتنفخ ازاي؟ ده يدل ان الاول حاجة ان الخميرة كويسة وان العجين كويس. ما شاء الله النتيجة بتطلع هايلة، وعجنها كويس طبعا. ما تنسونوش باللايك والاشتراك يا جماعة. تشوفوا الفيديو وخلاص يلا، طب ما تحطوا اللايك. ما انا بشحت منكم اللايك اهوت. شايفين العيش بتاعنا؟ شايفين ما شاء الله؟ ما شاء الله عيش كفر الشيخ يا جماعة.
ده الرغيف التاني. شوية دقيق وشوية مية وحبة ملح شوية خميرة وخلص الموضوع. ويكون عندك أحلى شوية عيش، تعملي سندوتشات تحطي على الفطار، بينفع. وزي ما بيقولوا البيت اللي من غير دقيق حاله يضيق. شايفين ما شاء الله. ده الرغيف التاني. ما شاء الله، كان حلو جدا. وفي الشتاء اول ما بتطلعيه من الفرن يعني بتحس ان هو ناشف، بيكون طري بعدها، بيطرى بعدها خالص. انا على ما خلصت لقيت ما شاء الله طري فوق بعضه كله. انا بفرزه وبطلع منه على حسب الكميه اللي انا بحتاجها. ده رغيف كمان شايفين. يا ريت ما تنسونيش باللايك وبالشير وباشتراك في القناه، ودعوه حلوه من قلوبكم، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. وحطوا اللايك يا جماعه. وايه رايكم في الفيديوهات؟ شايفين ما شاء الله العيش طري ازاي، طلع معايا طري ازاي كله ما شاء الله، طلع طري كله ما شاء الله. تنسونيش باللايك والاشتراك يا جماعة، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.